اغلب فروع اشهر محل في مصر بلبن اتقفلت. السيره اللي بقت ماشيه اليومين دول يا جماعه ان بلبن اتقفل، واللي انا شايفها صراحه من وجهه نظري بس ان بلبن حرفيا اتظلم في حاجه كبيره جدا. انا من عشاق بلبن صراحه، يعني انا بصراحه من عشاق بلبن، فتضيفوني على الانستجرام هتلاقوه في اللينكات عندي هنا في التشانل. فبنزل كتير قوي عن الحاجات اللي بلبن بتنزلها، بروح اجربها كلها، وفي نفس الوقت انا من محبين اصلا الحلويات بتاعت بلبن. حد زي مثلا من اللي بياكل الحاجات المسكره دي او كده، مثلا انا يعتبر مثلا قول مثلا انا بطني وجعتني زي ما هم قالوا، يعني السبب القوي اللي انا لسه ما قلتوش اللي هو حرفيا ان الناس بدات تحس ان بتتسمم او بطنها بتوجعها مثلا، او ان في بكتيريا في حلويات بتاعت بلبن. ولكن التوتال اكتشفوا فعلا ان في بكتيريا في بلبن. حضرتك دلوقتي العربيه دي تعدي، ولكن ده مش مبرر ان بلبن يقفل. ليه؟ طيب انا واحد من اللي بياكلوا بلبن مثلا، انا من نوع من ساعه ما جربت بلبن ما حسيتش بحاجه غير مثلا ان بطني اتملت. يعني طبيعي مثلا بطني اتملت مش قادر مثلا خلاص، اللي هو فاللي هو مثلا ايه من كتر السكر مثلا، فالواحد خلاص ما يعني ده طبيعي لانه كميه سكر عاليه. بس فانا شايف ان ده الحاجه الوحيده اللي اثرت، واللي هي الطبيعيه اصلا اللي مش مؤثره جسم الانسان حتى، فاهم؟ يعني هو كتر السكريات غلط، ولكن حلويات زي اي حلويات. طب انا حابب اوريكم فيديو دلوقتي انا بدعمه بكل الطرق. يعني بلبن بصراحه من المطاعم اللي انا بحبها بتاعت الحلويات. يعني ده عشان نفسي، يعني وجهه نظري دي عشان نفسي انا، فاهم قصدي؟ عشان انا بجد بحب الحلويات ومش عارف ايه وكده. ويا ريت ان شاء الله يفتح بلبن، عشان انا بصراحه كده بقالي كتير قوي على نفسي في بلبن. يعني لاي حد وصل لحد هنا شكرا جدا ليه. ما تنسوش تعملوا لي فولو على انستجرام وفولو على التيك توك عشان بنزل برضه فيديوهات من دي كتير. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.